تتداول حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ ساعات صورة ادعت أنها تظهر حجابًا على مرمى المنتخب المغربي خلال مباراة ربع النهائي الأخيرة من مونديال قطر 2022 أمام البرتغال، بعدما وجدته لجنة مراقبة المباراة. وجاء نشر الادعاء في سياق الإشارة إلى استعمال أعمال السحر لحماية مرمى المنتخب المغربي من الأهداف. جاء تداول الادعاء بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي في مباراة ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 التي أقيمت أمس السبت 10 من ديسمبر كانون الأول، وانتهت بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وتأهل المغرب إلى نصف نهائي المونديال كأول منتخب أفريقي يحقق ذلك الإنجاز، لملاقاة فرنسا يوم الأربعاء المقبل 14 من ديسمبر.